السلام عليكم. زي ما اتكلمنا على بعض المواتير ال 2000 التربو بتاعه مجموعه فاج، اتطلب مننا ان احنا نتكلم على المواتير بتاعه مجموعه بي ام دبليو، سواء بقى ال 2000 التربو او ال ان 54 ال ان 55 البي 58. فاحنا سالنا الناس مين احسن واحد يحكي لنا عن القصه دي، وقته متوفر متاح يعرف يكلمنا عن القصه دي بسهوله. ورتبنا ان احنا ان شاء الله هنتقابل مع كذا شخص، وباذن الله هيبقى في حلقات كتير او ممكن كمان سلسله كامله عن البي ام دبليو قدام. لكن احنا مجرد بدينا بس كده يا دوبك فتح كلام مع محمد السمني صاحب مركز دكتور بي ام دبليو. الراجل طبعا رحب بينا مشكورا وادانا جزء كبير جدا من وقته، وخلف الكواليس احنا وجعنا له دماغه وقرفناه تماما. شكرا يا محمد على الوقت بتاعك والمجهود. الجزء اللي احنا اتكلمناه معاه هيتقسم على حلقتين، الحلقه دي وفي حلقه تانية ان شاء الله هيخش فيها شويه على المواتير ال 3000 سي سي، وهنتكلم على الاكس 5 والاكس 6. كل ده تفتيح كلام بشكل عام، بس اللي عنده اسئله زياده اللي عنده استفسارات يكتبها في التعليقات او يتواصل معاه مباشره. انا هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. عايز اجيب بي ام دبليو قويه، وبفكر اجيب يا اما اف 30 320 واتون وابقى زي ال 35 او ال 40، لان هم غاليين شويه. تنصحني بايه؟ طيب دلوقتي احنا الاف 30 ال 20 عندنا حاجتين منها، عندنا موتور الان 20 وعندنا موتور البي 48 سوري. الان 20 ده اللي نازل من 2012 لحد 2015. ده في منه اتنين فيرجن بيبقى الكتريك ويست جيت، وفيرجن بيبقى ويست جيت عادي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كل حاجه هي حته الويست جيت دي عالجوها عشان كان في ويست جيت راتل، وكان في مشاكل بتحصل من الفاكيوم، فده كان بيخلي العربيه يحصل فيها مشاكل اكتر في التربو. وكان التربو يعني دايما اعطلها تربو. لما خلوها الكتريك ويست جيت الموضوع بقى احسن، وبقى في التيون اقوى شويه. عايز توصل بقى للليفل بتاع ال 35 او ال 40، تعمل ايه؟ ممكن نجيب بي 48 نغير لها انترنالز، نعمل فيها شويه حاجات بسيطه، بتبدا تبقى في نفس الباور بتاع ال 40 اللي ستوك. طب يعني ان 20 ولا عشان تقرب لل 40 البي 48، لان البي 48 بتستحمل عن الان 20 بالذات في الكرانك، لان الكرانك بتاع الان 20 فيه مشكله. السبايك كان اول ما الموتور نزل كان فيه مشكله في السبايك. انا افتكر ان احنا كنا بنعاني من السبايك دايما بتلسع بمعنى اصح يعني. حتى لو كنا جبنا سبايك سبور، الكرانك ذات نفسه بيحصل له مشكله. فاللي عالجوا الموضوع ده في البي سيريس عامه بتاع المواتير اللي هو بي 58 او بي 38 او بي 48. فالبي 48 هي اقوى موتور تقدر تعدل عليه بالنسبه لل 20 ل 4 سلندر. بس كذا حد قال لي ان هو حساس في البنزين وبيتكسر بسهوله. لا، هو ما بيتكسرش، هو البساتم اللي فيها مشكله. فحل البساتم دي ان انت بتجيب 4 بساتم سبور، الموضوع انتهى. الموتور ده يوصل معاك لحد 650 ويل ما يحصلوش اي مشكله. طيب يعني ال 20 او البي 48 والان 20 ليه مشاكل، ليه اعطال؟ ايه الحاجات اللي محتاجه اخلي بالي منها؟ الان 20 اعطاله هتبقى غالبا في ترمبه الميه، في موضوع السبائك وموضوع ترمبه الزيت زي ما قلنا. العطل الشائع فيه اللي هو ترمبه الميه والشدادات. شدادات الكتينه فيه بلاستيك، والبلاستيك بتاعها تقريبا خامته مش كويسه، فبيتكسر بسهوله جدا. ترمبه الزيت بتاعته بتقف مع يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه سبب ان هي بتقف. ممكن عربيه تكون مثلا ماشيه عداد قليل جدا ترمبه الزيت وقفت، لسه مش عارفين ايه سببها. ويعني وما نزلهاش ترمبات زيت تعديل. البي 48 لا، ما فيش اي مشاكل فيه غير موضوع دوره الميه. دوره الميه بتاعتها اكبر شويه عشان الانتر كولر بتاعها في المانيفول، وبعدين هو تبريد ميه، فهو ده اللي بيخلي دوره الميه بتاعتها الى حد ما فيها مشكله. بس المشكله بتاعتها ان هي كل سنه مثلا بتحتاج تتغير كلها، وهي سعرها بيبقى غالي حاجه بسيطه. طيب وهي التيونز بقى عموما انتوا في عالم البي ام دبليو شغاله ازاي؟ بص، عندنا 3 حاجات. عندنا الكاستم، وده على حسب التيونر اللي هيشتغل. ده لازم حد يكون بروفيشنال عشان ياخد لوج صح ويدي كاستم تيون صح. عندنا حاجتين اللي هم مشهورين جدا، اللي هو بوت مود اللي هي بي ام 3، وعندنا ام اتش دي. بوت مود عامله او تي اس، وام اتش دي عامله او تي اس، وعاملين كاستم. احسن حاجه انا من وجهه نظري ان انا اكستم الماب. ليه بقى؟ لان عربيتي غير عربيتك غير عربيته، كل واحد فينا عربيته ليها ظروف معينه. بعرف الظروف دي منين؟ لما بطلع اخد لوج اشوف العربيه عندي اخبارها ايه، على الاساس ده انا هبدا اتعامل. طب ومين اللي بيعمل كاستم تيون؟ يعني هو بيستعمل بوت مود ويعمل عليه كاستم تيون؟ مظبوط. وده بيبقى احسن لك انت، لان انت بيبقى معاك التيون على الموبايل. تقدر ان انت في اي وقت، يا اما مثلا لو انت عامل مثلا سويتش ماب تقدر تغير الماب. لو انت عايز تخلي العربيه ستوك تقدر تخليها ستوك، فده براحتك انت خالص. طيب وهو مين الشخص اللي يعني في تيونرز هنا في مصر هم في ناس كتير جدا. اوكي. تبع بوت مود. تبع بوت مود. اصل انت تقدر تاخد اوثرايزد، يعني انت لو بعت ميل هيدوك اوثرايزد عادي جدا. طب واحنا بنتكلم ان انا كده ال 20 الستوك هي 180 حصان او حاجه زي كده؟ 184 تقريبا. طيب والتيونز السيف سواء الان 20 او بي 48 يعني بعيد عن من غير ما اغير، مش عايز افتح المكنه بتاعتي؟ هيبقى ستيج 1 بس برضو كاستم، عشان زي ما انا قلت لازم تاخد لوج، لان عربيتي غير عربيتك، عشان وبعدين موضوع البنزين برضو بيختلف. فيعني ستيج 1 ده هيبقى احسن حاجه، وده تقريبا بيديني رينج 60 هورس باور.
وده معقول. انا بتكلم على 60 هورس باور ويل، ده رقم كويس. هو ال 40 بقى وال 35 عموما يعني ايه بص، ظروفهم؟ اروح لهم ولا مش ال مستاهله؟ 35 الام 55 نفس عيوب الام 20 بس بزياده شويه عليها موضوع الكرانكات او موضوع السبايك. ليهم حل، بس الفكره ان تعديل ال 35 غالي شويه. ازاي؟ احنا بنجيب كرانك هاب وبنجيب سبايك سبور، ايا كان بقى ايه نوعها، بي سي، ايا كان النوع اللي هنجيبه، بس حاجه تكون فورج بتستحمل. و يعني هو الفرق ما بين الام 55 والاس 55 هو حاجات فروقات بسيطه جدا. الاس 55 اللي هو بينزل على الاف 80، بس بالنسبه للام 55 تعديلاتها صعبه شويه، لان هي ترومبه ميه كهرباء. ترومبه ميه كهرباء مع الهورس باور العالي الموضوع ما بيبقاش احسن حاجه، لان انت بتحتاج في الكولنت ان الموضوع يبقى اقوى شويه مع التعديل. بس الان 55 تعديلها ممكن توصل ل 1000 ويل، بس هتحتاج تغير حاجات كتير جدا بمبالغ قويه جدا. فانا بالنسبه لي البي 58 اقوى واحسن في التعديل. ال 55 وال N 54 يعني في ناس بيحبوا ال N 54 رغم ان هو اقدم، بيقولوا ان هو احسن من N 55. هو الام 54 عامل زي الام 50 زمان، اللي هو كان بينزل على الاي 30، دي كانت اقوى ولحد دلوقتي بنستخدمها، وناس بتستخدمها في العربيات الدريفت. انت بتمسك 700 هورس باور ويل على الارض في عربيه دريفت، انت اخرك ثالث رابع فيه، فالموتور ما بيتكسرش. الفكره في ايه بقى في الام 54؟ ان هو ليه مشاكل هنا في مصر او عامه يعني في العالم، الرشاشات، وما لهاش حل وما نزلهاش تعديل. ان هو الرشاشات بتبقى دايركت انجكشن، يعني بنقول ان هي احسن حاجه فيها الاندكس 12، بس برضه فيها مشكله بتبوظ. يعني حتى لو اتغير له الرشاشات اصلا بتاعته برضو بتبوظ. حتى لو عملنا مع انت كده كده هتجيبها اللايف تايم بتاعها بسيط، مش كبير. حتى لو عملت بورت انجكشن مش احسن حاجه. فانا شايف ان لحد دلوقتي احسن موتور بي ام دبليو عملته هو البي 58. انا بالنسبه لي مفيش اي مشاكل غير المشاكل العاديه جدا، تسريبات ميه، حاجات بسيطه جدا جدا. اوحش حاجه ممكن تحصل لك ان البيستم يتكسر، ده بسبب بنزين وحش، وده لو حصل يعني لو بنزين وحش في اي عربيه يعمل كده طبعا. طيب والفتايس في ايه تاني هيقابلني في العربيه محتاج اخلي بالي منه؟ فتايس. انت بص، اهم حاجه في العربيات في بي ام دبليو عامه الاف سيريس، الكولون بتاع الفتيس، مبرد الفتيس وزيت الفتيس. في ناس كتير جدا بتقول لك ان زيت الفتيس ده ما بيتغيرش، مفيش زيت في الدنيا ما بيتغيرش. زيت الفتيس زد اف قالت ان هو بيتغير على 100000 كيلو. يعني انت المفروض سيادتك على 100000 كيلو هتغير الزيت، هتغير الكارتيره اللي فيها الفلتر، الاويل فلتر بتاع الفتيس، هتغير المبرد ده ليه لايف تايم، هتغيره حتى لو هو ما باصش او ما دخلش ميه على زيت، عشان هو بيبقى ليه لايف تايم. لان مع الوقت ومع الحراره، عشان احنا بلد حر شويه، فبيبدا بيحصل تاكل جوه في المبرد ذات نفسه، فبيخلط ميه على زيت. الميه دخلت على الزيت، الفتيس خلاص تقريبا راح. يعني انا بتكلم دلوقتي علشان اتون، هل بس سوفت وير ولا انا فاهم ان انا محتاج انتيك وداون بايب؟ انت في اي حاجه تاني؟ انت عايز توصل لايه؟ هي دي بقى المهم. انت عايز توصل لايه؟ يعني عايز اشتري 20 واخليها اقوى حاجه ممكنه من غير ما افتح قلب الموتور. اقوى حاجه ممكنه هيبقى حاجات بسيطه اللي هتتجاب انتيك، وده على حسب المابا اللي انت هتعملها. انا ما بفضلش الانتيك قوي، بفضل الدروب ان، عشان الدروب ان بيخلي الهواء اللي داخل محسوب. لان الاير ماس عندنا لحد ما يعني لو في هواء زياده بيخلي العربيه ما تبقاش احسن حاجه بتدور ريتش. فانا بالنسبه لي دروب ان على تشارج بايب على داون بايب معقول قوي. هنعلى اكتر من كده، هنجيب كولد اير انتيك سيستم، هنجيب تشارج بايب، هنجيب داون بايب، ممكن نكبر توربينه لو حابب تعمل كده على الستوك انترن. طيب كده من اللي فات احنا بنتكلم لو هجيب 20 ابعد عن الان 20، خليني في البي 48 عشان ده احسن. تمام. الان 20 موتور كويس، بس البي 48 احسن. الان 20 فيه شويه مشاكل اكتر من البي 48، فهي دي اللي بتخلي البي 48 يتفوق على الان 20. والبي 48 احنا بنتكلم ان انا عندي لغايه 270 حصان مثلا. تمام. سيف من غير لحد 300 حصان مفيش مشكله، من غير ما اغير اي حاجه جوه. حاجه مفيش مشكله، بالستوك تيربو بتاعه. بالستوك تربو. التربو بتاع البي 48 محترم، يعني بيستحمل قوي. في مشاكل ايه تاني في الاف 30؟ كورونا. الاف 30 عامه الكورونا بتاعت البي 48 والبي 58 والان 55 فيهم مشاكل، عشان الريشيوز تقريبا مش متظبطه على الباور بتاع الموتور، فالكوارين بتتاكل بسرعه. دلوقتي بقى في يعني حلول ان انت بتشيل القلب ذات نفسه وتحط قلب ال اس دي، في شركات كتير جدا عاملاه، وده بيبقى احسن حل. ده بيخليها كرونا لوك وفي نفس الوقت لايف تايم مش طبيعي. اختار ام اتش دي ولا بوت مود 3 ايه؟ ما هو نفس السعر مثلا. والله انا بالنسبه لي تقريبا البوت مود اغلى حاجه بسيطه، بس انا بالنسبه لي ان بوت مود عامله افيلابيلتي اكتر في ان انت تكاستم تيون بنفسك. يعني انت كيوزر تقدر تكاستم تيون، وتقدر تعمل دايجنوستيك للعربيه وتاخد داتا لوج. فهي دي اللي بتميز بوت مود عن ام اتش دي. ام اتش دي دلوقتي داخله برضو بقوه، بدات ان هي تعمل الموضوع ده، بس احنا في مصر هنا بنستخدم بوت مود اكتر. وكاستم تيون بنفسي يعني هعمل ايه؟ هتعلم تيوننج ولا الموضوع سهل؟ هتتعلم يعني تيوننج، بس هو كله اكتف ونوت اكتف. ازاي يعني؟ انت عايز مثلا تخلي العربيه الباك بريشر يعلى، اللي احنا الكراكلز مثلا، بتعلي الليفل بتاعه او بتوطيه. كلها حاجات سهله ومشروحه قدامك، مش هيكساديسيمال
زي زمان ان انت تخش تدي كودز او تلعب في فاليوز. هو الموضوع صريح، مكتوب مثلا كراكلز قد كده تعليها او توطيها هكذا بقى، انتي لاج ثروتل ريسبونس مثلا هكذا يعني. بس ده في الكاستم تيون ولا في الاو تي اسات؟ في الاثنين، بس انا ما بفضلش الاو تي اس لان هو ما يعرفش ظروف عربيتي ايه وما يعرفش ظروف بنزين بلدي ايه، فانا ما بفضلهاش بصراحه. بس هو الام اتش دي انا كنت بصيت فيه برضو في قصه ان انت الستارت اب رور عملوها الكراكلز البوبس اند بانز عملوها في الحاجات دي برضو. بس بوت مود كانت بداها سابقه، فعشان كده يعني دلوقتي من اقوى الحاجات اللي بتتون العربيات الجديده الجي سيريز هو الام اتش دي متفوقه عن بوت مود، وبدات تعمل انلوك للكنترول. ان هو مشكله العربيات الجديده بعد 2020 الكنترول ما تعرفش تعمل عليه تيون عشان هو لوجد. فكنا يعني لحد دلوقتي بنبعت لشركه اسمها فيمتو في روسيا بيعمل انلوك للكنترول، وده برقم وبيبعته لنا تاني، وبنبدا نخش بام اتش دي او بايا كان انت هتخش ازاي يعني، وبتتونه. يعني انا لو اشتريت ام اتش دي وبوت مود على طول ووصلت ما اعرفش اشتغل لازم اعمل انلوك، ولا انت بتتكلم بس على جي سيريز؟ لو عربيتك 2020 بعد 2020 مش هتعرف تعمل حاجه. لازم تانلوك الكنترول. والكنترول ببعته فيزيكالي بره بيتبعت بره، يتعمل له انلوك وبيرجع لك تاني. في برضه ناس في دبي، يعني صحابي في دبي بيجي لهم شركه فيمتو كل شهرين مثلا، بيقعدوا اسبوع، ببعت في دبي اقرب. بس هي الفكره برضه ان انت هتبعت الكنترول، فمش تفرق بقى تبعتها فين. طيب انا دلوقتي معيش موتور تربو، معايا 30 معايا 20 موتور ان اي، تمام. هل في حل ازود بيه باور؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ بالنسبه للموتور الاربعه سلندر الان اي اللي هو نازل على الاي 90 او على الاكس 1 او على ال1 سيريس مثلا، ما بيبقاش فيه تعديلات كتير قوي، لان هو بيبقى 3 كامات فالفترونيك، بيبقى هاي كومبريشن ريشيو، فما نقدرش ان احنا نعمل فيه حاجه جامده قوي. بتبقى اخرنا ان احنا نعمل كاستم تيون، وده ممكن يدينا 15 هورس باور، وده يبقى حاجه كويسه جدا. كاستم تيون زي ايه؟ ان احنا نعدل في الفاليوز بتاعه الاجنيشن عامه، هو ده اللي احنا نقدر نعمله في الان اي. طيب يعني في 15 حصان دول هحس بيهم اكيد يعني بس مش الفرق القوي جدا اللي انت تقدر تحس بيه. بالنسبه لل 30 مثلا الستة سلندر، لا في حاجات تقدر تعمل توصلك لحد 30 هورس باور، تبدا تحس بفرق ملموس. زي مثلا ان احنا نجيب هيدر، مش نعملها، لا نجيب هيدر، عشان دي بيبقى ليها يعني حسابات معينه في الاكزوست فلو. نجيب يا اما كولد اير انتيك بتاع الموتور ده عشان بيبقى محسوب له الانتيك، يا اما نحط دروب ان فلتر. ممكن نجيب بوجيهات احسن شويه، نظبط الجاب، نقلل الجاب بتاعها. في ناس كتير جدا مش عارفه ان هو ممكن يركب لها ووتر ميثانول على ان ايه، بيركب ووتر ميثانول عادي على ان ايه، مفيش مشكله. مع طبعا لو هعمل كاستم تيون هلعب في شويه فاليوز على قد حسابات موتوري اخباره ايه. لكن غير كده ما فيش حاجه تاني في الان ايه. لا الان ايه يعني اللعبه فيه مش كتير قوي، بس ممكن تتون في تيس، يعني تحس بتغيير. يعني زد اف ممكن تتون اكس اتش بي من المواتير الان ايه عادي، مفيش مشكله. التيون ان انا اقدر ده بيدور هنا، ده واقف هنا. ايوه عشان بتاع الصيدليه. هو في هنا صيدليه في وش دي يعني الموتوسيكلات دي كلها دليفري الصيدليه.